السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في القناه. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا فيديو ديال هذا النهار. اليوم ان شاء الله كنقترح عليكم فقيقصات حلوين بلا زيت، كيجيو مقرمشين وهشاش بزاف. كنتمنى انهم ينالوا اعجابكم وتجربوهم. اللي كيشوف القناه لاول مره ما ينساش يشترك فيها ويفعل الجرس باش يتوصل دائما بجديد الوصفات. الا عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع الاحباب والاصدقاء باش تكون فائده. بلا ما نزيد نطول عليكم، نمشيو نشوفوا المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. اذا بسم الله على بركه الله. هنايا عندي 125 غرام ديال الزبده، غنضيف عليها هنايا رشه من الملح. غادي نزيد عليهم هنايا كاس ديال السكر. انا طحنت السكر شويه حيت كانت عندي سنيده شويه غليظه. غنضيف عليهم هنايا كيس من سكر زهره البرتقال. الا ما كانش متواجد فضيفوا غير ديال الفاني، فغير هو كيعطي واحد النكهه زوينه اكثر. غادي نخلط هاد المكونات مزيان مع بعضياتها حتى كيذوب داك السكر مزيان مع الزبده. غادي نضيف عليهم هنايا 2 حبات ديال البيض، ونخلطو جيدا حتى كنتحصلوا على واحد الخليط اللي كيكون كريمي كيندمجوا فيه العناصر كاملين. غادي نضيف عليهم هنايا الزبيب اللي قطعته هكا قطع صغيره. انا خليته بحال غير الحبه كنت كنقسمها على جوج. هنا غادي نضيف كذلك اللوز اللي هرمشته، كاس لا ربع ديال اللوز. هنا كما قلت لكم الزبيب من الاحسن قطعوه صغير بزاف باش منين تجيو كتقطعوا الفقاس ديالكم ما يعذبكمش. انا كنت كنقسم غير الحبه على جوج حيت كان عندي العنب المجفف كبير شويه، فما كانش عندي الوقت، كنت سربانه. فمنين جيت نقطع شويه كان كيلصق لي هكا في الموس، فمن الاحسن قطعوا قطع لي صغيره بزاف. غادي نبقى هنايا كنضيف الدقيق بالتدريج حتى كتحصل على واحد العجين اللي كيكون هكا لين، ما تقصحوش العجينه. هي كتجمع معنا العجينه صافي كنحبسوا الدقيق. ودائما كنجمعوا العجين غير برؤوس الاصابع، ما تدلكوش العجين. هنا انا الفقاس ما ضفتليش الخميره حيت بغيتو يبقى محافظ على الشكل ديالو. واخا هكاك راه كيجي مقرمش وهشيش، يعني في نفس الوقيته كيجي زوين بزاف، ماشي ضروري ديروا الخميره. صافي هنايا هذا هو القوام ديال العجينه كما لاحظتوا معايا. هنا غادي نقسمها على جوج وغادي نقطعها هكا القطع اللي تكون صغيره باش نشكلها على شكل هكا حرابل باش تساعدني اكثر. هنا يمكن لكم ديروا غير اللوز الا ما بغيتوش تضيفوا الزبيب، واللي ما بغاش عاوتاني يضيف اللوز يمكن ليه يضيف غير الزرارع بحال النافع والزنجلان، فضيفوا هكا غير معلقه كبيره. صافي غنشكلهم هكا الحرابل بهاد السمك. كيبقى اختياري، بغيتو ديروهم كبار انا درتهم هكا صغار. صافي نستمر بنفس الطريقه حتى نشكل العجين كله الحرابل، وغادي ندخلهم المجمد تقريبا واحد 20 دقيقه حتى 30 دقيقه، نص ساعه هكا على حساب البروده نتاع المجمد اللي عندكم. المهم غير كيقصحوا يشدوا راسهم كنخرجوهم. هنا كنبقاو نخرجوه بالواحد باش نبداو هكا نقطعوه، فباش ما يرطبش معاكم يعني خرجوه بالواحد باش تحكموا هكا في التقطاع ديال الفقاس. هانتوما كما لاحظتوا ملي كنتلاقى مع شي حبه ديال هكا ديال الفاكهه كتلصق لي في الموس وكتصعب عليا نقطعها مزيان.
هنا الموس ضروري يكون ماضي مزيان باش يعاونكم. وهذا هو السمك ديال التقطاع اللي قطعت. وكنستفوهم في صينيه. ضروري تقادوا الحبات حدا بعضياتهم باش كيجيو مقادين وكياخذوا واحد اللون اللي محمر موحد. بالنسبه للفرن انا سخنته من قبل، غير كيبدا يلا يسخن فكنقصوا النار على نار اللي كتكون مهيله، وكندخلوا الصينيه حتى كيبدا يطلع فيها كتحمر من الاسفل، عاد كنزلوها تحمر من الفوق. دائما النار كتكون مهيله، خليو الفقاس ديالكم يطيب على خاطرو باش ياخذ لكم واحد اللون اللي كيكون موحد وكيجيوكم مقرمشين، يعني اللون كيدخل حتى لداخل. كما تلاحظوا معايا في اخر الفيديو ملي كنقسم الحبه كيكون التحميره محمر مزيان. وهذه هي الكميه كامله اللي كانت عندي. قطعتها كلها. هنا الصينيه راه كبيره ما كتبانش مزيان مع الفيديو، والصينيه اللي قطعت في الاول فكيخرج كميه اللي كبيره. وكيجي هذا هو الشكل النهائي ديالو في الاخير، كيجي محمر ومقرمش وكيجي بنين بزاف، واحد اللذه اللي زوينه بديك زهره البرتقال. كذلك المذاق ديال الفاكهه واللوز كيجيو زوينين بزاف. هذا هو الشكل ديالو من الداخل. كنشكركم دائما على المشاهده والمتابعه. نتلاقاو في الوصفه الجايه ان شاء الله. خليت لكم الراحه بصحه وراحه، ومع السلامه.